مساء الخير، حلقة جديدة من ميدو الملاعب. علشان الجمهور هو أهم حاجة في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص. تملي بتلاقي المسؤولين عن الرياضة وإدارات الأندية في العالم بيشتغلوا علشان يريحوا المشجع، بيشوفوا كل وسائل الراحة اللي تخلي المشجع ده يروح ويشجع ويدعم الفرقة، لأنهم عارفين إنه ده هو السبب الأساسي في الفوز والانتصارات اللي بيحققها النادي وفي الألقاب اللي بيعرف يحصدها النادي أو المنتخب بالمناسبة. وفي أي رياضة مش في الكورة بس، هم عارفين ان النادي او المنتخب ممكن يكون متعطل، ممكن يكون عنده مشاكل في الماتش، ولكن بهزيج الجمهور وبتشجيعه ممكن يغير لك نتيجة ماتشات ويغير لك بطولات. فتملي بتلاقي اي قرار الاتحاد بياخده او اداره النادي بتاخده بيفكروا في المقام الاول في المشجع هيتاثر بايه، ايه اللي ممكن ياثر عليه، إيه هل لو خدنا قرار زي ده هيخلي المشجع يبعد عن الاستاد او لا. كل الحاجات دي بيبصوا لها ليه؟ لانه تملي انا كنت بقول كلمه في ميدو الملاعب قلتها كتير وبقولها النهارده تاني: الجمهور هو صاحب المصلحه الاول في الرياضه بشكل عام، قبل اللعيبه وقبل الاجهزه الفنيه وقبل اداره الانديه كمان، لانه النادي جمهوره اللي بيخلي النادي كبير واللي بيخلي المنتخب كبير، الناس اللي واقفه وراه والناس اللي بتشجعه طول الماتشات. هشوف معاكم امثله كتير قوي النهارده في الحلقه، وهنتكلم في القصه دي من واقع بيحصل حوالينا في حتت كتير. طبعا كلكم شايفين انه برشلونه بيكبر الساعه الاستيعابيه للجمهور في كامب نو، وجمهور برشلونه كله مبسوط بده علشان كامب نو، طبعا كامب نو استاد تاريخي يعني وكده، وجمهور برشلونه مبسوطين بده، لكن مش واخدين بالهم ايه اللي ورا ده، مش واخدين بالهم السبب الاساسي ان برشلونه عايز يزود المداخيل الاقتصاديه بتاعته من الحضور الجماهيري، لكن علشان ما يحملش على الناس وما يزودش اسعار تذاكر ويحمل على الناس، فبكبر انا الاستاد. فكان بيحضر لي 90 95 100 الف هنقول كويس، لا انا دلوقتي هيحضر لي 120 الف. كبرت انا الساعه وما زودتش على الناس. الزياده ده هيدخل لي فارق الفلوس دي من غير ما احمل المشجع بتاعي، علشان المشجع بتاعي ما يهجرش الملعب. كده الناس بتفكر، كده الناس بتقرر كويس، غير ان هم بيحسبوا كل حاجة صح، من تأمينات على الاستاد، من مين اللي هيكبر الاستاد وكلام من ده. فده بيوفر لبرشلونة التأمين على الاستاد. 2، بتريح المشجع بتاعك، فالمشجع بتاعك موجود معاك، مش هيسيب الملعب ومش هيسيب المدرج، فانت ضامن ده، لان هم عارفين ان برشلونة يعني جمهوره، وان برشلونة من غير جمهوره ما يسواش حاجة كويس. نفس الحكاية لما اسبانيا اختارت في دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية ملعب بعينه انها تلعب، افتكر لعبوا في اشبيليا او حاجه كده. ليه؟ لان جمهور المدينه دي، مدينه اشبيليا، لازم يكون مرتبط بالمنتخب. لما المنتخب يروح يلعب هناك الناس هتبقى حاسه ان ده منتخبنا، ما بيلعبش في مدريد وفي برشلونه بس، ده بيلعب في كل حته في اسبانيا، فاحنا مرتبطين، ده منتخب بلدنا كويس. ليه؟ لان برضو الاسبان عارفين ان هم من غير الجمهور مفيش منتخب اسبانيا كويس. وامثله كتير جدا، يمكن انا نادي اف سي كايل الالماني برضو مثل مهم جدا لازم نتكلم عليه النهارده، وازاي برضو بيهتموا بجماهيرهم. اف سي كايل كان عنده المشكله اللي هي الصاله المغطاه بتاعته صغيره، فطبعا اكيد عايزين برضو يزودوا فلوس من حضور جماهيري، فتذاكر الماتشات كانت 3 يورو كويس. اقترحوا مقترح كده انه نوصلها من 3 ل 6 او 7 يورو تقريبا كويس. فلقوا انه ده هيبقى كتير على الامكانيات الاقتصاديه بتاع جمهورهم، فممكن جمهورهم ما يجيش الصاله اساسا، لان انا مش هقدر ادفع المبلغ ده والرقم ده في تذكره ماتش يعني. فعملوا ايه؟ قالوا احنا هننقل على صاله تانية، وفعلا عملوا صاله مغطاه تانية تركيب، طبعا لان الصالات مغطاه دلوقتي بتتركب، عملوا صاله مغطاه تانية تركيب اكبر من سعة الصالة بتاعتهم ب10,000 مشجع. هو هنا عمل ايه؟ هو وفر على المشجع بتاعه. الحاجة التانية زود التذكرة من 3 يورو ل 4 يورو، فيورو مقدور عليه وهوديك صالة جديدة وشكلها حلو وشكلها جميل وبوفر لك حاجة محترمة. نفس القصة بتشوفها مثلا مع نادي تريفيزو الايطالي. نادي تريفيزو الايطالي في كرة الطايرة برضو عدى بأزمة مالية
كويس. ولقوا انه من الحاجات السلبيه عندهم انه برضو الصاله المغطاه بتاعتهم صغيره، فقرروا يلعبوا في صاله البلديه، صاله المدينه، مش الصاله الخاصه بتاعتهم لان صاله المدينه اكبر. فبرضو ليه؟ علشان يزود السعه الاستيعابيه والحضور هيبقى اكتر بنفس سعر التذاكر عشان ما يحملش مشجعه. هنا الخلاصه كلها ان انا بقول الامثله دي ليه؟ قد ايه الجمهور مهم، وقد ايه ادارات الانديه بتقدر جمهورها وبتشتغل علشان جمهورها يكون مرتاح. لان انا محتاج لك، هو عارف احتياجه، هو عارف انه محتاج للمشجع. كويس. في حاجات كتير في الدردشه بينا هقولها وهتكلم فيها اكتر، اهمها كلام اولي يونس رئيس مدير عام نادي بايرن ميونخ، وكلامه عن الجمهور واهميه الجمهور. مهم جدا نعرف ده علشان نفهم حكايه اصحاب المصلحه دي، وان الجمهور صاحب المصلحه الاول. لو ادارات الانديه عندنا في العالم العربي والمسؤولين عن الرياضه بشكل عام في العالم العربي ما فهموهاش، هتفضل عندنا نفس المشكله، هيفضل عندنا الاشكال اللي دايما بيحصل لنا لينا احنا العرب، يعني في منتخبات وانديه في كل المسابقات العالميه، ان احنا بيبقى في فرق. ليه؟ لان انت كنادي او كاتحاد كوره مش عارف الجمهور ده مهم قد ايه، مش عارف ان الجمهور ده اهم حاجه. كويس. من ناحيه ايه؟ النهارده انا شفت تصريح عبقري لاولي يونس، رئيس بايرن ميونخ السابق ومدير عام بايرن ميونخ دلوقتي. كويس. قال لك احنا كان ممكن نزود اسعار التذاكر على الجمهور فنكسب 3 اضعاف اللي احنا بنكسبه، ونحقق مكاسب 3 اضعاف اللي احنا بنكسبه، لكن احنا ما عملناش كده. لما قعدنا ودرسنا والفريق قعد يدرس، يعني الاداره المختصه بالجمهور يعني في نادي بايرن ميونخ قعدت تدرس، شافت انه لو اسعار التذاكر زادت بايرن ميونخ ممكن يكسب 3 اضعاف، لكن ده هيبقى كتير على الناس مش هتقدر تدفع ده، فبالتالي الناس هتخسر. واحنا بنلعب كوره علشان الناس، الكوره بتتلعب علشان الناس. شفتوا التفكير؟ هي دي اللعبه بتتلعب علشان الناس، والرياضه بتتلعب علشان الجمهور، مش علشان اي حاجه تانية، مش علشان اللعيبه تاخد ملايين بس، لا، هي بتتلعب علشان الجمهور. فهو بيحترم ده، فبيقدر ده جدا. نقطة مهمة جدا لازم نقولها يعني ولازم نتكلم فيها. جزء من احترامك للناس كإدارة نادي أو كاتحاد كورة في اختياراتك للمدربين وفي تعاقداتك مع اللاعبين مهم جدا ده. هل ده بيحصل عندنا في العالم العربي؟ ما افتكرش، وهنشوف ازاي. طبعا احنا الوحيدين في العالم العربي اللي عندنا كلمة صفقة جماهيرية. طيب الصفقة الجماهيرية دي بتتعمل ليه في العالم العربي؟ بتتعمل علشان تسكت الجمهور بس، والأمثلة واضحة موجودة، ومش هقول أسامي أندية عربية عشان انتوا بتزعلوا، لكن الأمثلة موجودة. كويس؟ ولا بيبقوا بالإشارة يفهموا يعني. طيب لو انت بتحترم جمهورك بقى، هتجيب لعيبة حسب احتياجاتك عشان انت بتحترم جمهورك، فعايز توفر لجمهورك الحاجة الصح، هتعمل كل حاجة صح. كويس. واديكم مثلا النهاردة في الانتقالات اللي احنا فيها دلوقتي، ريال مدريد لما بيروح بيجيب ارنولد احتراما للناس اللي عماله بقى على سواء في سانتياغو برنابيو في هتافاتها او على مواقع الانترنت او كده بتكتب انه ريال مدريد عنده مشكله كبيره في الباك اليمين الموسم اللي فات بعد اصابه كارباخال. فانت هنا بتلبي مطلب جماهيري فبتجيب ارنولد. كويس. مثلا ليفربول لما بيجيب فيرتس برضه لانه جمهور ليفربول بقاله سنين بيتكلم ان انا عايز حد يلعب في الحته دي، في المنطقه دي، في حته صناعه اللعب، انه فيرتس صنع العاب ومهاجم وبتاخر شويه، يعني هو مهاجم تاني يعني متاخر شويه. جمهور ليفربول عايز اللعيب ده، فانت بتروح تجيب اللعيب ده. ده مش معناه انه الجمهور هو اللي بيحرك الاداره والعقد اللي عندنا دي، مش كلام مش كده، كلام انه ده هو صاحب المصلحه، هو النادي. نفس الحكايه في اختيارات المدربين في اتحادات الكوره العربيه. مفيش اتحاد كوره عربي بيجيب مدرب حسب رغبات الناس عايزه المنتخب يلعب كوره حلوه، الناس عايزه المنتخب يلعب كذا، مفيش حد بيبص لدي.
هي كلها كده بعشوائيه يعني. كويس. فانا اللي انا عايز اقوله من حلقه النهارده ومن كلامي النهارده ان عمرك ما هتنجح في المحافل الدوليه طول ما انت ما بتقدرش الاساس بتاعك. الاساس بتاعك هم المشجعين بتوعك، الانصار زي ما بيقولوا اخواتنا في المغرب العربي. الانصار، طول ما انت ما بتقدرش الانصار بتوعك ما عمرك ما تنجح في المحافل الدوليه. خلي بالكم، ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، كل الانديه العالميه وبرشلونه وغيره وغيره، هم دول مش اعلى منك كموهبه، هم اعلى منك كاداره، كاحترافيه. كاحترافيه وكاداره هم اعلى منك، لكن مش اعلى منك كمواهب كلعيبه. الموهبه ربنا خلقها في كل حته في الدنيا، لكن الاداره والادرجيه، هم ادرجيه، هم محترفين، انت ما عندكش دي. هو ده الفرق اللي بيننا وبينهم. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان وسوريا واليمن والسودان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان المرتزق المجرم القاتل اللي غصب الارض من 77 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. انا القاكم في حلقه جديده من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.